عمالة إقليم الفحص أنجرة، لملمتنا الحياة اليوم من أجل الاحتفاء والاحتفال بالذكرى 19 لانطلاق ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. في البداية يشرفني أن أرحب بحضوركم وتلبية الدعوة للمشاركة في هذا الملتقى الإقليمي الذي يصادف هذه السنة الذكرى 19 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابه السامي المؤرخ في 18 ماي 2005، والذي اقتضت فيه الإرادة السامية أن تكون هذه المبادرة تحدياً طموحاً ورائداً من أجل تحقيق مشروع مجتمعي تنموي يروم النهوض بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة بصفة خاصة، والتصدي للمعيقات التي تواجه التنمية البشرية طيلة مراحل نمو الفرد، مع ترسيخ روح التضامن والتكافل وتكريس مبادئ الكرامة والمواطنة والثقة في المستقبل. ولا بد من التنويه بمنجزات الإقليم خلال الفترة الثالثة الممتدة من 2019 إلى غاية 2023، إذ بلغ عدد المشاريع التي تم إنجازها في إطار محور صحة وتغذية الأم والطفل للبرنامج الرابع الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة 20 مشروع بكلفة إجمالية تفوق 6 ملايين درهم، وبمساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية جاوزت 4 ملايين درهم. وقد استفاد من هذه المشاريع ما يقارب 50,000 مستفيد ومستفيدة من أطفال وأمهات. اليوم كيجي تخليد لذكرى 19 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي تختار له هذه السنة شعار الفيلم الأولى أساس لمستقبل أطفالنا، باش نسلطوا الضوء على أهمية هذه الأيام في النمو ديال الطفل لا جسديا ولا معرفيا. فبخصوص المبادرة الوطنية للتنمية البشرية فبرمجت ما يقارب 21 مشروع كتهم محور صحة الأم والطفل. هذه المشاريع كتهم تجهيز بناء وتجهيز وتسيير دور الأمومة، كتهم كذلك اقتناء مستلزمات طبية، خلق فروق متطوعات جماعاتيات، واقتناء وحدة طبية. هذه المشاريع كلها كانت بكلفة إجمالية كتقدر بواحد 6.6 مليون درهم. احنا اليوم الحمد لله موجودين في عملة فحص أنجرة. احنا كنشاركوا في عيد ميلاد ديال 19 من هذه السنة اللي كانت التيم ديالها 1000 يوم، واللي كان فيها صحة الأم والطفل. هذا جد مهم، هذه إشارة ونصيحة للمرأة والطفل اللي باش نكونوا بها. وحنايا اليوم كاين تيموان ديال دار الأمومة اللي كتدخل هذه التحسيس المرأة والطفل وفيما فيهم ديال الصحة، واش يكونوا في وضعية مزيانة من الحمل من لاكوشمون ومن بعد الولادة. أنا جيت مسرورة اليوم بالاستدعاء إلى عملة الفحص أنجرة للاحتفال بالذكرى 19 لتخليد ذكرى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وحنا جد سعداء لأن هذه المبادرة خولتنا المراكز، وخولتنا كذلك أننا نعملوا حملات تحسيسية في المركز. وهذا اليوم كيصادف 1000 يوم أولي أساس المستقبل لأطفالنا، لأن الأطفال هم العماد، هم المستقبل. احنا في المركز كنعملوا عدة تكوينات وورشات للنساء للتوعية صحة الطفل والأم، وحنا هاد النساء كيجيو من عده مداشر باش كيستافدوا. كنوعيوهم لان بالرضاعه الطبيعيه بالاشياء اللي كتخص الطفل المراه. والحمد لله حنا جد سعداء لان في خميس انجره كاينه دار الامومه اللي كتستافد نساء من المداشر قبل الولاده وبعد الولاده، وهذا الشيء كيفرحنا بالعنايه للمراه، لان المراه هي المستقبل والطفل هو المستقبل. وكنشكر السيد عامل عماله الفحص انجره اللي كيدعم هذه الجمعيات وكيقف ساهر على هذه المبادرة.
نحتفلوا بالذكرى 19 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم الفحص أنجرة. وباعتبار الجمعية ديالنا ملوسة للتنمية المحلية كانت حاملة لمشاريع في البرنامج الرابع للتنمية البشرية محور صحة الأم والطفل. صراحة كانت الحصيلة ديال المنجزات المبادرة داخل الإقليم وداخل جماعة ملوسة الحمد لله جد مشرفة، بالرغم من الإكراهات اللي كيعاني منها الإقليم القروي، إلا أن المنجزات نقدروا نقولوا بأن كانت إضافة للإقليم، لا سيما إحداث ودور للأمومة داخل الإقليم اللي هو الهدف منه هو تشجيع النساء الحوامل أنهم يولدوا في وسط صحي مراقب، وكذلك التوعية والتحسيس ديالو في مجال صحة الأم والطفل، التغذية المتوازنة المتكاملة، الرضاعة الطبيعية، تتبع الحمل، التلقيح ديال الأطفال، وهذا الشيء كله الهدف منه تحسين المساهمة في تحسين المؤشرات المتعلقة بصحة الأم والطفل. اليوم احنا في الذكرى 19 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. جيت مع أطفال ملوسة اللي كان أطرهم خلال السنة اللي شاركوا ببعض المقطوعات غنائية كان المحور ديالها على الأم وعلى السلام، واللي تلقاو واحد التشجيع كبير من عند الجمهور. كل شيء فرحان بهم في هذه الصباحية. J'ai essayé de pardonner à ceux qui m'ont fait tant pleurer. Un jour, je sais qu'ils entendent ma voix. Et malgré tout ce que j'ai souffert, je crois encore que toute la terre peut chanter avec moi. Alléluia. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.